بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولك الحمد، أنت وحدك من يجبر كسرنا ويجمع شتات أمرنا ويثبتنا على طريق ديننا. نستغفرك ربنا ونتوب إليك ونستعين بك، ونحن نزدرف إليك بذكرك في بيت من بيوتك. أيها المؤمنون، إن كل مجلس فيه حكمة تنشر أو سنة تحيا أو علم يذكر فإنه مجلس يفد إليه العقلاء ويؤمه الفضلاء، ولكن أعظم المجالس أثرا وأرفعها درجة وأجلها بركة المجلس الذي يذكر فيه الله رب العالمين جل جلاله، كما أن الله جل وعلا لا أحد مثله، فإنه لا مجلس أبدا كمجلس يعظم الله فيه ويذكر جل وعلا الذكر الحسن ويثنى به ويثنى عليه جل وعلا بما هو أهله من المحامد. أيها المؤمنون، لما كان عبدة الأوثان والعاكفون على الأصنام قد جعلوا مع الله جل وعلا شريكا ولم يعرفوا لربهم قدرا، كانت قلوبهم تشمئز وأنفسهم تنفر إذا ذكر غير الله. قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال جل ثناؤه وتباركت أسماؤه: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. على هذا يتبين أننا في هذا المجلس المبارك نتفيأ ظلال آية كريمة نعت الله جل وعلا بها منكرا أحوال قوم ساووا بين الخالق والمخلوق، جعلوا الآلهة والأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، جعلوها أندادا مع ربهم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقوله الحق ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وعلى هذا يتبين أن من علم حقيقة قدر الله جل وعلا فهو الفائز بجنات النعيم. أيها المؤمنون، هذا الشأن العظيم والمنزل الكريم والمطلب الجليل له شواهد تدل عليه، كما أن هناك قرائن تدل على من نأى عنه وبعد عنه، وقبل ذلك وهذا هناك طرائق ترشد إليه وتدل عليه، وهي التي بها نستفتح خطابنا هذا. أيها المؤمنون، من أعظم ما يعين العبد على معرفة قدر ربه تبارك وتعالى أن يتأمل في شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته، مستصحبا الفطرة السليمة التي أودعها الله جل وعلا في قلب كل أحد في أن يعرف ربه. قال الهدهد لما رأى قوم بلقيس يعبدون الشمس ويأنفون من عبادة خالقها قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فبموجب فطرته التي خلقه الله تعالى عليها أنكر هذا الطائر على الهدهد، أنكر هذا الطائر على بلقيس وعلى قومها أن يسجدوا لغير الرب تبارك وتعالى. فإذا استصحب الإنسان تلك الفطرة السليمة مع ما أفاء الله جل وعلا عليه من العلم مما أنزله الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتأمل في شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته تبارك وتعالى، قاده ذلك إلى العلم بالله، الله الذي خلقنا من العدم وربانا بالنعم وهدانا للإسلام.
ذكر الله جل وعلا كثيرا من أخبار خلقه في طيات كتابه. أخبر جل وعلا أنه حملهم بفضله في البر والبحر، ورزقهم جل وعلا من الطيبات، وما كان لهم أن يصلوا إلى ذلك لولا فضله. ثم أخبر جل وعلا أنه لأكبادهم الغليظة وأنفسهم السقيمة وعقولهم التي لا تعي تجدهم عياذا بالله إذا ركبوا في البحر فمسهم ما يمسهم من الضر لجوا إلى الله وحده، فلما أمنوا جعلوا لله جل وعلا أندادا غيره يعبدونها. قال الله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أخبر جل وعلا أنه يجزي السحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. أخبر جل وعلا أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ومن أعظم دلائل وحدانيته وشواهد ربوبيته أنه جل وعلا وحده من يخلق، وغيره شاء أم أبى فهو مخلوق. وقد قلنا مرارا في دروس عدة أن القرآن يقوم على مبدأ عظيم: كل من يستطيع أن يثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبد هذا، لكن لا أحد يخلق إلا الله، فوجب أن لا أحد يعظم التعظيم الكامل وأن لا يعبد أحد من دون الله أبدا. على هذا أسست دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: لا خالق إلا الله، فبالتالي لا معبود إلا الرب تبارك وتعالى، لأنه لا أحد غيره يخلق. غابت هذه الحقيقة عن كفار قريش. جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظام قد أرمت، ثم نفث فيها في يوم رائح، ثم قال: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما أرى، أي بعدما أصبحت عظيما بالية؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه: قال: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل العلي الأعلى قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، إلى أواخر سورة ياسين التي فيها أجلة البراهين على أن الله جل وعلا وحده يخلق، وبالتالي لا يعبد ولا يعظم التعظيم الكامل إلا هو سبحانه وتعالى. غاية الأمر أن يعلم أن التأمل في شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته يدل على عظمته جل وعلا، وبالتالي يستقر في القلوب وفي العقول أن الله جل وعلا عظيم القدر جليل الشأن، تنزه عن الصاحبة والولد وتقدس فلم يلد ولم يولد. من الطرائق التي يصل بها المرء إلى أن يعظم ربه جل وعلا حق التعظيم التأمل في سير الصالحين وأخبار السابقين ممن ذكر الله جل وعلا أنهم عرفوا قدره وعظموه تبارك وتعالى حق التعظيم. قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أهل الله المحبون له المعظمون له يتدرجون في حظوظهم ثم ينتقلون إلى أعلى الفلاح. هذه امرأة كان همها أن يكون لها ولد، رأت طيرا يطعم طيرا فحنت إلى الولد فطرة فسألت ربها أن تحمل فرزقها الله الولد. فلما اطمأنت على أنها رزقت حملا دون أن تدري أن يكون ذكرا أم أنثى، بدأت تتخلى عن حظها المباح وتتدرج إلى أعالي الفلاح، فنذرت ما في بطنها أن يكون لله. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا
والمعنى حظي من الولد من بهجة النفس والأنس والخدمة والنصرة لا أريده ولا أحتاجه، لكنني أبتغي من هذا الولد أن يكون خادما لك في بيتك. فانتقلت من حظ مباح إلى أن تجعل من ابنها أن يكون خادما لله جل وعلا في مسجده. ما يريده الوالدان من أبنائهم لا تريد من ابنها أن يكون خادما للرب، وهذا أمر ليس لزاما عليها، بل قد لا يرقى إليه أحد في زماننا، لكن المقصود التنبيه على أن لله جل وعلا عبادا فطرهم الله جل وعلا على تعظيمه ومحبته وعلى إثار ربهم جل وعلا على كل أحد. فقال الله جل وعلا عنها: قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا. فلما وضعتها إذا بها تصاب بالدهشة، فالمولود أنثى وهو أمر متوقع، لكن كان انصراف ذهنها في الأول إلى أن يكون المولود ذكرا. فلما كان أنثى قالت معتذرة إلى ربها، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فلما فاتها أن يكون ذكرا وليس هذا بيدها، لجأت للشيء الذي بيدها وهو التسمية، فسمتها مريم بمعنى خادمة عند الرب. لما فات حظها من كونه ذكرا ما أرادت أن يفوت حظها من الاسم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا نموذج ذكره الله جل وعلا من بيوت صالحات أصحاب أعمال زاكيات، كيف أن قلوبهم فطرت وجبلت على تعظيم ربها تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول إن التأمل في سير الصالحين وأنباء السابقين ممن زكى الله أو زكى رسوله صلى الله عليه وسلم يعين على أن يعظم المرء ربه تبارك وتعالى، ويعرف ما لله جل وعلا من كمال الجبروت وجلال النعوت، وأن الله جل وعلا وحده الحي الذي لا يموت. من الطرائق إلى تعظيم الرب تبارك وتعالى التأمل والتدبر في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الله يقول وقوله الحق: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ربنا تبارك وتعالى له الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلة، لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد. قال القرشيون لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تدبر الأسماء الحسنى يعظم به الله جل وعلا في القلب، وهذا من أجل الركائز ومن أسمائه جل وعلا العظمى الجليلة اسم الله. فهذا الاسم لم يتسمى به أحد حتى ممن نازعوا الله في ألوهيته وربوبيته، كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى، أو ما قاله النمرود أو ما قاله غيرهما. منعهم الله أن يسلطوا على هذا الاسم العظيم الجليل فيتسموا به. قال الله جل وعلا على لسان الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال جل شأنه وهو أصدق القائلين: قال هل تعلم له سميا، أي لا أحد تسمى بهذا الاسم العظيم الذي تسمى الله جل وعلا به. ولهذا صدره الله جل وعلا في أعظم آية في كلام الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأت بلفظ الجلالة الذي هو علم الأعلام. وفي فواتح آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه اسم الله الأعظم وليس المقام مقام فصل، لكن إخبار ببعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ألا وإن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الحي القيوم. وهذان الاسمان جاء ذكرهما سويا في كلام الله في 3 مواضع: في فاتحة آل عمران، ومن قبلها في آية الكرسي، ومن بعدهما في سورة طه. وأما ما يمكن أن يقال حول معناهما فإن الله جل وعلا حي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وأنه تبارك وتعالى هو الحي
حين لا حي وهو الحي يحيي الموتى. وأما القيوم فكل أحد غير الله فقير إلى الله، والله جل وعلا غني عن كل أحد. ربنا جل جلاله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك هو سبحانه مستغن عن العرش، ومستغن عن حملة العرش، ومستغن عمن يطوفون حول العرش ومن يطوف حول العرش ومن يحمل العرش، والعرش كلهم وغيرهم فقراء إليه تبارك وتعالى كل الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الطرائق أيها المؤمنون التي يصل بها المؤمن إلى تعظيم الله أن يعلم الضعف في العباد، فإن رؤياك للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق. شج رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسال الدم على وجهه حتى يرى الناس وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وهو يعتريه ما يعتري وجوه المخلوقين، فيقع في القلوب والعقول أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله الحي القيوم. يرى الإنسان النقص حتى في الملائكة، يقول الله جل وعلا عنهم بلسان مقالهم وما منا إلا وله مقام معلوم، ويقول جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك. فنحن وإن كنا ملائكة كراما وخلقا عظاما لنا ما لنا من المنزلة والقوة، فإن لنا مقام لا نتعداه وأمور لا نتجاوزها، ولا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا قوة حتى في تنزلنا من السماء إلى الأرض، وهي بالنسبة لهم أمر هين كطرائقنا المعتادة التي نسير عليها، إلا أنه لا يمكن أن يقع إلا بأمر من الله. بل إن الذين يعصون ربهم في الأرض لا يعصونه إلا بإذنه القدري جل جلاله. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ليشاء الله. فللذين أطاعوه جل وعلا أطاعوه بفضلهم، وللذين عصوه جل وعلا عصوه بقدرتهم، وللذين أطاعوه زادوا في ملكه، وللذين عصوه نقصوا أنقصوا شيئا من ملكه. فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والمقصود أن رؤيا النقص في الخلق يدل العبد على كمال خالقه تبارك وتعالى. يفتن المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ينصر بالرعب مسيرة شهر، يصيب الوجل والخوف أعداءه، ومع ذلك يأتيه الموت وهو على فراشه صلوات الله وسلامه عليه ويرى السواك فلا يقدر أن يقول اعطوني السواك. يرينا الله الضعف في نبيه حتى نرى كمال القوة في ربنا جل جلاله. فإذا كان هذا حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحال من دونه حتى تعلم عظيم قدرة ربك جل وعلا. ولهذا قال الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال ناعيا على أهل الكتاب وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. والمقصود هذه الحقيقة الرابعة في أن الإنسان إذا رأى النقص في غيره من المخلوقين أو في نفسه رأى الكمال والعزة والجلال في ربه تبارك وتعالى. مما يزيد المؤمن يقينا بعظمة ربه رؤياه لأفضال ربه على خلقه، ذلك الفضل الخاص. إن كنا حررنا في الأول الفضل العام بما حمل الله به الناس في البر والبحر، يرى العبد فضل الله جل وعلا الخاص على بعض خلقه، كيف أن الله جل وعلا اصطفاهم واجتباهم وما كان لهم أبدا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من العطاء، ولن ينالوا هذه المنح الربانية والعطايا الإلهية
إلا بفضل الله جل وعلا. اختلف الناس في المسيح عيسى بن مريم، شرقوا فيه وغربوا، قالت فيه اليهود ما قالت وزعمت النصارى فيه ما زعمت. قال الحق تبارك وتعالى عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فما المسيح إلا عبد، لكنه قيد بأن الله جل وعلا أنعم عليه، فنعمة الله عليه هي الذي جعلته آية للناس، محفيا محتفا به في السماوات العلى وينزل في آخر الزمان. هذه كلها عطايا ربانية ومنح إلهية، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يرى العبد ما أفاء الله على خليله إبراهيم، وكيف كان إبراهيم عبدا مجتبى وحبيبا مصطفى ونبيا مرتضى صلوات الله وسلامه عليه، أثنى الله عليه حتى على ألسنة أعدائه وخصومه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كلها آيات تدل على عظيم رفيع قدر صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن تبحر في معرفة فضل إبراهيم وعلو منزلته، استبق إلى ذلك في أن تعلم أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه. ونظير هذا أن تنظر في من آتاهم الله القدرة، فإذا رأيت عظيم قدرتهم تأملت بحق قدرة ربك جل وعلا. قال الله جل وعلا على لسان نبيه سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، سواء كان جنيا أو إنسيا أو سليمان أو غيرهم، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه، أي رأى سليمان العرش، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. أيها المبارك، إذا كانت قدرة مخلوق أن يأتي بعرش بلقيس من أرض فلسطين، من أرض اليمن إلى أرض فلسطين، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟ هذا مما يقود العبد ويسوقه لمعرفة بعض العلم عن ربه تبارك وتعالى. وعلى الجانب الآخر والنظير مثله يتأمل العبد في من أهلكهم الله ممن عصوا من الأمم الغابرة وأهل الأزمنة السابقة، ممن نازعوا الله في ربوبيته وحاربوا أولياءه وكذبوا رسله، كيف أن الله جل وعلا أذاقهم ما أذاقهم مما يدلل على عظيم جبروته وسلطانه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وليس هلاك عاد وثمود والمؤتفكات وغيرها بخاف على أحد حتى يحرر ويسطر، لكنها كلها تدل على عظمة الجليل العظيم الأجل تبارك وتعالى. من الطرائق التي يعلم بها العبد عظمة ربه أن يتأمل في كلامه جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن تحدى الله به بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء. قالوا إن أبا العلاء المعري الأديب اللغوي المعروف كان آية في الفهم والذكاء والحفظ، يحفظ أشعار العرب وكثيرا من مفردات لغتها وأيامها وتاريخها. بدا له لما وصل إلى هذه المرحلة أن ينازع القرآن وأن ينشئ قرآنا يكتبه يضاهي به كلام الله، فكتب أبياتا ختمها بقوله: أن الموت لا يبطئ والخلد في الدنيا لا يجوز. ثم تذكر عظمة الله فتلا قول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فجثى على ركبتيه وبكى بكاء طويلا، ثم رفع رأسه وأخذ يقول: سبحان من هذا كلامه، سبحان من تكلم بهذا في القدم. وهذه شهادة لها اعتبارها، لأنها جاءت من رجل يعلم حقائق اللغة ودقائق البيان وأساليب العرب في سبك كلامها، اعترف بالعجز التام أمام كلام ربنا تبارك وتعالى. وأصدق منه خبرا قول الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذه أيها المباركون جملة من الطرائق ذكرنا بعضها ولا يتسع الوقت لذكر آخر منها، ونعرج بعد هذا على الأمارات والعلامات التي يغلب على الظن فيما يظهر للناس، وكل أحد مسؤول عن سريرته، فيما يغلب على الظن أنها تدل على أن العبد يعرف الله جل وعلا حق قدره أو شيئا عظيما من ذلك القدر. أعظمها توحيده تبارك وتعالى، فإن من وحد الله فقد عرف قدره، فتوحيد الله جل وعلا الحسنة التي ليس بعدها حسنة، كما أن الشرك السيئة التي ليست بعدها سيئة، ولا مصلحة بعد التوحيد ولا مفسدة بعد الشرك. فمن وحد الرب تبارك وتعالى ولم يجعل لله ندا في قلبه فقد عظم الله جل وعلا وعرف قدره. فالمخاطبون بقول الله جل وعلا ما قدروا الله حق قدره هم أولئك الذين جعلوا لله أندادا ساووا تلك الأنداد بربهم تبارك وتعالى، جعلوا من له الأمر كله كمن لا يملك من الأمر شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم تأتي بعد ذلك أمور في سلوك المرء في الحياة تدل على تعظيمه لربه تبارك وتعالى، ومنها على سبيل الإجمال والطريقة السردية لا الترتيب الأبجدي الوجل عند ذكر الرب تبارك وتعالى، فإن وجل القلوب عند ذكر علام الغيوب من دلائل معرفة العبد بربه تبارك وتعالى، وهذا كنه ما أثنى الله به على عباده الصالحين وأوليائه المتقين في كتابه، ذلك أن القلب إذا كان يجل مع محبة لذلك الذكر يفرح كل الفرح ويحب كل المحبة مجلسا يعظم الله فيه ويذكر الله فيه، فإن ذكر الله حياة السرائر وإن ذكر الله حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر. فالمؤمن إذا كان يجد في نفسه، وكل امرئ حسيب نفسه، يجد في نفسه حب المجالس التي يذكر الله فيها، ويحب أن يعظم الله ويبجل ويحمد ويثنى عليه جل وعلا بما هو أهله، مع وجله وشوقه إلى ربه تبارك وتعالى إذا ذكر الله، هذا من القرائن والبراهين على أن ذلك العبد يعظم الله رب العالمين. كما أن من قرائن تعظيم الله جل وعلا ومعرفة قدره أن يقدم المرء ما قدمه الله، وأن يعظم المرء ما عظمه الله، وأن يتحرى الإنسان العمل فيما وصى الله جل وعلا به. هذه هي القلوب التي عرفت ربها حقا. فإذا كان الإنسان قد جعل في طريقه في مسلك حياته في غدوه ورواحه ومخالطته للناس يعظم من عظم الله ويبجل من بجل الله، فيعظم المصلين لأنه يرى فيهم القرب من الله بصرف النظر عمن هم، ويأتي بالوصايا الإلهية فلا يقدم على والديه أحدا. فإذا عظم والديه لا يعظمهما لأنهما أبواه، وإنما يعظمهما لأن الله جل وعلا وصى عليهما في كلامه، لأن الله جل وعلا وصى عليهما في كلامه، ثم يزدلف ويطبق عمليا ما وصى الله جل وعلا به، فيجعل للوالدة ما لا يجعل للوالد، ولو كانت الوالدة أشد قسوة عليه من والده، ولو كان والده حفيا به، لكن أمه لا تصل في حنانها عليه إلى والده، يطرح ذلك جانبا ويقدم ما قدم الله وقدم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الأمر يظنه البعض خطابا عارضا، لكنه قرينة خفية على أنك تعظم ربك، وأنت تخطو إليهما تذكر قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فأنت لا تخفض جناحك لأنهما كبيران، وإنما تخفض جناحك امتثالا لأمر ربك تبارك وتعالى، تزدلف إليهما، وقبل أن تخاطبهما بخطابك تتذكر أن ربك الذي خلقك وصاك بهما. ولو صنعت هذا الصنيع مع والديك ومع كل أحد وفق شرع الله وأخذت بوصايا الله،
فإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، فإن اتباع وصايا الله لا يقود إلا للفلاح. لكن أين يكون الخطأ؟ يدخل الشك في المرء في أن هذا الطريق ليس بصحيح، فيبحث عن طرائق أخر يبتدعها هو، قد لا تكون بدعة بمعنى البدعة المحضة، ولكنها فرار عن منهج الله ويطبق منهجه، وهو يظن أنه سيصل إلى مقصوده، ولن تصل إلى مقصودك الشرعي إلا بالطريق التي اختطها الله جل وعلا لك. وهنا يتميز من هو واثق من منهج الله عمن هو غير واثق من منهج الله. فإذا خاطب الإنسان والديه مثلا المرة بعد المرة وخفض لهما الجناح ولم يتغير، لجأ إلى طريق آخر يقول هذان والدان لا ينفع معهما مثل هذا الخطاب، فيبحث عن طرائق أخر كأنه يقول ولو لم يصرح ودون أن يفعل ذلك عمدا، كأنه يقول دون أن يشعر أنني سأخطط منهجا أفضل من منهج الله. يتعامل الإنسان مع ولاة أمره وقد وصاه الله جل وعلا بطاعتهم، فإذا رأى هنة هنا أو هنا أو هناك غير طريقته وأراد أن يخرج عن وضع السمع والطاعة بحجة أنه يريد الإصلاح، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح حق على أي مستوى إلا باتباع شرع الله جل وعلا. وهذا وأمثاله منازل يختبر فيها الناس، وليس الأمر مقصورا على طاعة ولاة الأمر والوالدين، لكن في شتى شؤون حياتك، مع خصمك، مع عدوك، مع رئيسك في العمل، مع جارك في الحي، مع كل خلقك. وجعل الله وصايا لكل أحد، فالزم ما وصى الله جل وعلا به تنل ما وعد الله جل وعلا إياك، ما وعدك الله إياه. أما إذا خرجت عن طريق الله فلا تنتظر ما وعدك الله به وقد خالفت طريقته ومنهجه تبارك وتعالى. قالوا إن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على حائط للأنصار أي بستان، وفيه رفاق شباب يحتسون الخمر، فتسلق السور ودخل عليهم، فقالوا يا أمير المؤمنين جئنا بواحدة شرب الخمر وأنت جئت بثلاث. تجسست والله قد نهى عن ذلك، تسورت والله قد نهى عن ذلك، لم تستأذن والله قد نهى عن ذلك، فعاد وهو يعلم خطأهم، لكنه أكبر حجتهم لأنهم قارعوه بالقرآن. قال حافظ وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها. قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأتي البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. إننا نطأطئ رقابنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلت رقابنا لأحد فوالله ما ذلت إلا لأن الله أمرنا بهذا، وإن امتنعنا عن شيء فلأن الله جل وعلا أمرنا أن نمتنع عنه. هذا هو العبد الحق، العبد الصالح، العبد الذي يعرف عظمة أمر سيده تبارك وتعالى خالقنا ومولانا لا رب لنا غيره ولا إله سواه. من براهين تعظيم الله حسن الظن برب العالمين جل جلاله. جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه يا رب إني أراهم يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فعلام خص هؤلاء بهذا بأن ذكروا معك؟ فأوحى الله جل وعلا إليه يا موسى أما إبراهيم فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني، وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه وهو بغيرها أجود، وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي. ووالله من يعرف عظمة الله وسعة رحمته لا يملك إلا خيارا أوحدا
هو حسن الظن برب العالمين جل جلاله. نحن نذنب وليس لنا إلا الله يغفر ذنوبنا، نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعتنا، ولنا عيوب تلبسنا بها وليس لنا إلا الله يسترها. فمن أحسن الظن بربه تبارك وتعالى كان الله جل وعلا له كظنه بربه تبارك وتعالى. والمعنى كما جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ومن عرف الله وسعة رحمته لا يملك إلا أن يحسن الظن بربه. اجتمع أبناء يعقوب عليه شيخ كبير شابت لحيته واحدودب ظهره وعميت عيناه، ومع ذلك يذكر يوسف وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. تمر أقوال وأحداث إلى أن يقول الله جل وعلا عنهم: قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ماذا قال لهم؟ ذكرهم بحسن ظنه بربه. قال الله: قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وإنني أخاطب كل مبتلى، والله إن الله أرحم بك من نفسك، وإن الله جل وعلا قادر على أن يغيثك، وأن ما أنت فيه هو خيرة الله، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. ويحتاج المرء مع ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله ويصبر نفسه ويرى سير الأخيار والأبرار الذين صبروا على ابتلاء ربهم تبارك وتعالى. من القرائن الدالة على أن العبد يعرف ربه ويعرف له حق قدره التذلل وعدم التكبر على الخلق. قال الله لنبيه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يحب الله من عباده أن يتواضعوا ولا يعلو أحد على أحد متكئا على نسب أو مال أو جاه أو حسب، وهذه دعاوى كل يدعيها، حتى إذا اختلط الناس بعضهم ببعض تميز أولئك الأخيار الأبرار الذين يعرفون أن ما هم فيه نعمة من الله جل وعلا أنعم بها عليهم. حتى الضلال والهدى ينظرون إلى أهل الضلالة نظرة من يريد أن ينقذهم مما هم فيه. قال أحد الصالحين من السلف: قد كنت أعذر في السفاهة أهلها فأعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام. نختم أيها المؤمنون بالشواهد عياذا بالله على أن العبد لا يعرف قدر ربه، عافانا الله وإياكم من هذا البلاء. أعظم ذلك الشرك بالله، فمن أشرك مع الله غيره لم يعرف لله جل وعلا قدرا البتة. ولهذا حكم الله على هؤلاء بأنهم خالدون في النار لا يمكن أن يخرجوا منها، حتى إذا استسقوا إنما يسقون ماء حميما. وعلى هذا فالشرك بالله جل وعلا كما بينا آنفا مفسدة لا تعدلها مفسدة، رتب الله جل وعلا عليها 4 أمور: 2 في الدنيا و2 في الآخرة. قال الله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، هذا في الدنيا. وقال بعدها بآيات: فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فهذه 4 رتبها الله جل وعلا نكالا على من أشرك به. فإذا انتهينا من تلبس بالكفر يأتي دونهم من عرف قدر الله من حيث الأصل، ويأتي عصاة المؤمنين الذين ما قدروا الله جل وعلا حق قدره لكنهم لم يخرجوا عن دائرة الإيمان. ومن القرائن على هذا أسأل الله لنا ولكم العافية، وأقولها سردا لا يستطيع الإنسان أن
يذكرها فرادى: قسوة القلب، التكبر على الخلق، البعد عن قيام الليل، بخس الناس حقوقهم، وظلم العباد، وهذا تبع للأول. فبخس الناس حقوقهم وظلمهم من أعظم الدلائل أن العبد لا يعترف بسلطان الله جل وعلا عليه. المجاهرة بالمعاصي، يقول الله موبخا من عصاه: ألم يعلم بأن الله يرى. اليأس من رحمة الرب تبارك وتعالى، القنوط من روحه جل وعلا. هذه وأضرابها، وقلت أعتذر عن التفصيل فيها، تدل من حيث الإجمال على أن العبد ما عرف قدر ربه تبارك وتعالى. خاتمة المطاف أيها المؤمنون، كلنا نملك أشياء لا يلبث أن تنفد، والله جل وعلا وحده من لا تنفد خزائنه. الله جل وعلا وحده من لا تنفد خزائنه، فحري بعبد نفدت خزائنه أن يسأل ربا لا تنفد خزائنه. الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء، وانقطاع العلائق إلى الرب الخالق جل جلاله، وأن يجمع الإنسان شتات أمره ويضعها بين يدي الله، وأن يفزع الإنسان إلى ربه في الملمات مع شكره تبارك وتعالى في حال السراء، قرائن عظيمة على أن العبد يعرف ربه جل وعلا. فاللجوء إلى الله تبارك وتعالى واستغفاره، فاللجوء إلى الرب تبارك وتعالى واستغفاره وكثرة التوبة تعين على طاعة الرب جل وعلا. وهذه فائدة نختم بها. ذكر القرطبي رحمه الله أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتمعوا يتدارسون القرآن، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أر آية أرجى من قول الله: قل كل يعمل على شاكلته. ثم قال الصديق: قال فإن شاكلة العبد العصيان ولا يشاكل الرب إلا الغفران، أي أن الله جل وعلا حقيق به أن يغفر، كما أن العبد عرضة لأن يعصي الله جل وعلا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية أرجى من قول الله: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. قال: إن الله قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. قال عثمان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية أرجى من قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: وقرأت القرآن كله فلم أجد آية أرجى من قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى هذا الخبر والأقوال الأربعة، قال: وأنا أي القرطبي وأنا أقول: وأرجى آية في كتاب الله قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله جل وعلا على قوله. وأعتذر إن قصرت وعفوا إن أطلت، فما أردت إلا الخير ما استطعت. ما بقي من الوقت قبل الآذان وبعده نجيب على أسئلتكم، لأنه قد يكون في الأسئلة مطالب لم تفي بها المحاضرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.